قصتنا بتبتدي مع سر الأوضة أو سر الغرفة الصامتة. القصة بتقولك في أحد الشوارع الهادئة في مصر الجديدة كانت في عمارة مسكونة أو عمارة من أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كانت الشقة في الدور التاني، كل الناس بتتجنبها علشان منظرها، بالعكس كانت باينة إن هي نظيفة جدا ومترتبة جدا، لكن فيها أوضة مقفولة من سنين. الموضوع هنا بدأ مع مدام هالة، الست اللي كانت عايشة في الدور التاني وساكنة لوحدها بعد ما جوزها توفى. قررت ان هي هتأجر الأوضة دي لأي بنت نازلة القاهرة ومغتربة. بالفعل عدى يوم 2 وجت بنت اسمها سارة، طالبة في فنون جميلة، وافقت على السكن والأوضة. بس مدام هالة قالت لها: بقولك ايه يا بنتي، لو سمعتي صوت او صوت خبط في الأوضة دي اوعي تفتحيها. سارة بصت لمدام هالة واستغربت من كلام مدام هالة، ان هي بتقول لها لو سمعت صوت في الأوضة دي اوعي تفتحيها. قالت في سرها: هي ليه أستاذة هالة مش عايزاني أعرف سر الأوضة أو إيه اللي جوه الأوضة؟ أنا هقول لها حاضر واخلص، المهم إني أرتاح شوية علشان أنا جاية من طريق سفر. سارة بتنام، بتصحى الساعة 3 الفجر على صوت خبط شديد جاي من الأوضة دي. افتكرت كلام مدام هالة وسكتت، بس الفضول كان عندها عالي قوي. اليوم اللي بعده وهي قاعدة لوحدها في الشقة، قررت سارة انها تقرب من الأوضة وتفتحها علشان تعرف فيها ايه. لقيت حد بيخبط: افتحي يا سارة، انا مش غريبة. صرخت سارة وجريت، ومدام هالة ما كانتش في الشقة، كانت بتجيب حاجات من بره. فضلت سارة مستنياها علشان تحكي لها ايه اللي حصل معاها. بعد ما سارة استنت مدام هالة لما ترجع من بره عشان تحكي لها اللي حصل معاها بالظبط. مدام هالة ايه يا بنتي، قوليلي ايه اللي حصل معاكي؟ مالك مش على بعضك ليه؟ انا حصلت لي اي حاجة غريبة قوي، قوليلي. انا لقيت حد بيخبط والصوت كان عالي وبيقولي: افتحي يا سارة انا مش غريبة. سارة بتبص على مدام هالة، لقيتها بتعيط. مالك يا مدام هالة بتعيطي ليه؟ هحكيلك. انا كان عندي بنت اسمها سارة كده زيك بالظبط، وكان عندها 21 سنة زيك كده. ماتت في الأوضة دي بقالها 10 سنين. من ساعتها كل اللي بيجي يسكن معايا بيسمع نفس الأصوات والخبط، ومن ساعتها محدش ولا بيجي. بس انتي الوحيدة اللي اسمك زي بنتي. سارة خدت مدام هالة زي أمها بالظبط، ومدام هالة خدت سارة زي بنتها بالظبط، واتصاحبوا الاتنين وبقوا حبايب وأصحاب، أم وبنتها. مرت سنة ومدام هالة توفت. سارة لقيتها كاتبة الشقة باسمها. سارة خدت الشقة وحولتها لمكتب رعاية دار المسنين، ومن هنا اتقفلت سر الغرفة الصامتة. القصة اللي كتبها دكتور مزيكا
وإخراج استوديو MH، وأداء صوتي محمد معجزة. انتظروا كل الجديد على قناة محمد معجزة على اليوتيوب أو على الفيسبوك.